اقدم محل كسكسي في مصر، 85 سنه فاتح في مصر القديمه قدام مسجد عمرو بن العاص، كسكسي ابو احمد. وخلي بالك لما تيجي المنطقه هتلاقي اتنين منهم، واحد الفرع القديم الاصلي اللي مفيش ليه فروع ثانيه، وواحد ملناش دعوه بيه خالص. بص لازم كل حاجه تتقلب جوه بعضيها كده، قلب كويس المكسرات مع السكر مع القشطه مع السمنه، وشوب اللبن بتاعك معاك وما تحطوش هنا عشان لو حطيته هنا كله هيعجن في بعضيه. تعالى ندوق قشطه حلوه قوي مع السمنه البلدي، بيستخدم سمنه بلدي يا جدعان، المرطه باينه عليها ان هي سمنه بلدي مع القشطه بلدي مع لبن هو اللي بيجيبه من مزارع خاصه بيهم. انا بالنسبه لي تحفه. اللي قدامك ده بقى طبق بليله بيتحط عليه لبن ومكسرات وجوز هند وزبيب، البليله عنده خطيره لازم تجربوها عشان هي فعلا مختلفه. واخر حاجه هنجربها الطبق اللي انا مش هقول لكم على اسمه، ده موجود في الصعيد مشهور قوي، اللي صعيدي وعلى اصوله هيعرف الطبق ده اسمه ايه. بينزل بالحاجه اللي انا مش هقول لك على اسمها، بعد كده ينزل عليها باللبن وقشطه وسكر وعسل. البتاعه دي بتبقى دسمه قوي، وبيحط هو سمنه بلدي قوي، فهي فاهم تقيله زي ما باكلها في الصعيد بالظبط. المنيا مشهورين قوي بيه، كل خط الصعيد مشهور بيه زي ما بناكلها في المنيا وفي الصعيد بتاعنا بالظبط. حلوه قوي ودسمه قوي، واللبن يا جماعه مميز. يعني انا اللبن بالنسبه لي هو اميز حاجه في الموضوع ده، هو القشطه عشان بلدي فاهمني. بس كده ده كان ريفيو على السريع الدافي وسريع من عند كسكسي ابو احمد اللي موجود في مصر القديمه قدام مسجد عمرو بن العاص. تعالوا جربوها هتحبوه. سلام عليكم.